الحمد لله على نعمة هذه الثورة المباركة، والحمد لله أن رب سبحانه وتعالى في العشر الأواخر من رمضان، شهر الجهاد وشهر الفتوحات وشهر العطاء وشهر التقوى، كلل جهاد الإخوة الليبيين وتضحياتهم وبالنصر، وإن شاء الله انتصار ثورة ليبيا يكون بداية عهد جديد يتحرر فيه الشعب الليبي من نظام الاستبداد، نظام حكم القذافي الفاسد، والنظام الذي عطل نمو ليبيا، والنظام الذي كبل الشعب الليبي، والنظام الذي أسرف في التعدي على الشعب الليبي وفي الاعتداء عليه وفي إهدار طاقاته وإهدار إمكانياته وإهدار أمواله. الحمد لله أن رب سبحانه وتعالى نصر هذه الثورة، ونحن في تونس لا نقول أننا نهني الشعب الليبي بالانتصار، بل نقول أننا نحن نهني أنفسنا ونهني كل الشعب التونسي ونهني كل الشعب العربي وكل المسلمين والأحرار في العالم بهذا النصر المبين. ونحن نعتبر أن ثورة ليبيا هي ثورتنا، وانتصار الشعب الليبي هو انتصار شعبنا وانتصار لأمتنا وانتصار لقيم الحق والعدالة والحرية. هذا يوم نصر عظيم، الحمد لله أن رب سبحانه وتعالى كلل الجهاد وتوج تضحيات الشهداء ودماء الشهداء بهذا النصر. الأمة التي تعشق الشهادة لا خوف عليها، والأمة التي يتدافع أبنائها على الشهادة ويطلبون الموت ربي سبحانه وتعالى يهبهم الحياة. شعبنا في تونس من قبل طلب الموت فهبه الله سبحانه وتعالى الحياة ووهبه النصر، والشعب اليوم يطلب الموت، الشعب الليبي اليوم طلب الموت فوهبه الله كذلك النصر ووهبه الحياة. الحمد لله على هذا النصر، نهني أنفسنا، نهني كل أحرار العالم، نهني العرب والمسلمين في هذا النصر، إن شاء الله دائما ثورة حتى النصر وإلى الأمام، والحمد لله.